في الفيديو ده انا هتكلم بشكل مبسط جدا عن المنتل هيلث والصحة النفسية يعني، وايه اللي بيحصل بيخلي المنتل هيلث بتاعتك مش كويسة، وايه اللي اصلا بيجيب لك اكتئاب، والاسباب اللي فعلا هي اللي بتجيب لك اكتئاب، مش العبط اللي انت بتسمعه على السوشيال ميديا وكده ان ده حاجة بيولوجية ودي جينات وانت مخلوق عشان تاخد ادوية تمحي لك الاكتئاب. وانا دلوقتي انا هشرح الاكتئاب بشكل مفصل شوية، وبشكل انت ممكن ما تكونش سمعته اصلا في السوشيال ميديا ولا عند الدكاترة الحمير اللي انت بتروح لهم. أه وغير كده يعني انا هتكلم على المنتل هيلث بشكل مبسط، وهخلي زي رود ماب، هعمل زي رود ماب امشيك عليها، اللي هي الرود ماب اللي هي حاجة زي الالعاب، فاهمني؟ اللي هي خطوة بخطوة تعملها في يومك عشان ما يبقاش عندك اكتئاب يعني، وتخلي المنتل هيلث بتاعتك احسن. وانا هحط هنا تحت في الشابترز بتاعت الفيديو الجزئية بتاعت الرود ماب، لو انت عايز تعمل لها سكيب على طول. لو انت حاسس انك ما عندكش اكتئاب يعني، روح اعمل لها سكيب نرجع كمل الفيديو. بس قبل ما ابدا احب انك تبص على اول لينك في الديسكريبشن، ده اللينك بتاع الديسكورد اللي انا عامله القناه وكده، لان انت هناك هتبقى رحلتك اسهل بكتير. لو انت على السيلف امبروفمنت وكده هتلاقي ناس زيك هتعرف تتكلم معاهم، وانا هخش اعمل كولز هناك شخصيا، فاتمنى تخش هناك. في البداية بس أنا عايز أشرح لك زي كونسبت معين أو زي طريقة شرح معينة ليها علاقة بالاكتئاب، أنت ممكن ما تكونش سمعت عنها في السوشيال ميديا أصلا أو على اليوتيوب وكده. وبكل بساطة الاكتئاب كأنه ريسيت بيحصل للإمكانية بتاعتك إنك تنجز حاجة في يومك أو يبقى عندك دايركشن معين. يعني المشكلة في الاكتئاب إن أنت مش بيبقى عندك دايركشن أنت رايح له، أو زي اتجاه معين أنت رايح له، وكمان بتفقد الابيليتي بتاعتك أو الإمكانية بتاعتك إنك تعمل أي حاجة في يومك، فاهمني؟ يعني انت اغلب الناس اللي عندهم اعراض اكتئاب وكده، او اللي عندهم اكتئاب اوريدي، بتلاقيهم مش بيستحموا. بتلاقي يعني البنات، انت اكيد شفت البنات وكده، بيبقى عندهم شعر كده اللي هو لازق في بعض. دي حاجات لها علاقة بالنظافة الشخصية برضو مش بيعملوها علشان عندهم اكتئاب، فاهمني؟ فاغلبية حاجات اللي بتحصل بسبب الاكتئاب هي حاجات زي دي، عشان انت بتفقد الامكانية بتاعتك انك تعمل حاجة في يومك اساسا. فالاكتئاب بشكل مبسط بيمحي الامكانية بتاعتك او الابيليتي بتاعتك انك تعمل حاجة في يومك، كمان بيفشخ الموتيفيشن بتاعك. يعني انت مش بيبقى عندك اي تحفيز انك تعمل اي حاجة. فعشان كده حاجات زي بسيطة زي انك تغسل سنانك، زي انك تغسل وشك، زي انك تستحمى، هتلاقي الناس اللي عندهم اكتئاب مش بيعملوها. وده غير ان إن بيمحي الموتيفيشن بتاعك انك تعمل اي حاجه في يومك، سواء ليه علاقه بالشغل، بالمذاكره، باي حاجه تانية، بالتمرين، بالحاجات دي مش هتلاقي حد مكتئب بيعملها. واحده من الاسباب اللي بتخلي الرجال عندهم اكتئاب اصلا هو ان مش بيبقى عنده هدف معين، مش بيبقى عنده دايركشن معين او اتجاه معين هو رايح له. عشان كده ده بينهي بيه المطاف يعني ان هو بيبقى عنده اكتئاب. ودي فعليا يعني اهم سبب في الاكتئاب بجد، سواء في الرجاله او في الستات، هو ان مفيش دايركشن معين او اتجاه معين انت رايح له. وانا عايزك تتخيل معايا انك عارف التانل او اللي هو المكان اللي القطر بيدخل فيه وكده، لو انت دخلته بتلاقي نور جاي من بعيد. انت لو عندك اكتئاب انت مفيش نور جاي من بعيد، انت في ضلمه بس، فاكيد هيجيلك اكتئاب، فاهمني؟ وحتى يا عم لو في نور جاي من بعيد، النور ده بيبقى القطر وجاي يصدمك، لان انت حتى لو عندك دايركشن يبقى عندك دايركشن غلط وانت حاسس بالموضوع ده. يعني في ناس معينة عندهم اكتئاب بيبقى مثلا في كلية معينة او بيشتغل شغل معين، هو عنده دايركشن، انت ممكن تقول لي ايوه عنده دايركشن معين او اتجاه معين هو رايح له، بس الاتجاه ده غلط، دي مش الحاجة اللي هو عايزها. فعشان كده بينتهي بيه الحال يعني ان هو يجيله اكتئاب وكده ويبقى مكتئب. فانا بكل بساطة في الفيديو ده انا هتكلم عن 3 اسباب، هما الاسباب الفعلية للاكتئاب وكده. وانا قلت اول سبب اللي هو lack of direction، او انت ما عندكش اتجاه معين انت رايح له. تاني سبب هو الدوبامين سيستم بتاعك او الدوبامين ريسبتورز بتاعتك اللي في مخك مفشوخة، وفي اسباب كتير هتكلم عنها. تالت سبب ان انت صحتك مش كويسة، لان انت لو صحتك مش كويسة في حاجات معينة مش هتقدر تعملها، الحاجات دي هتجيبلك اكتئاب ببساطة جدا. والحاجة اللي فعلا بتصدمني في الموضوع ده كله ان انت عشان تمحي اكتئابك حرفيا او يبطل يبقى عندك اكتئاب وكده، الموضوع ممكن ياخد له 4 5 ايام بالكتير، يوم بالنسبة للناس. يعني انت لو الموضوع عندك مش اكستريم قوي، انت ممكن حرفيا في يوم موضوع الاكتئاب ده يروح ما يبقاش موجود، فاهمني؟ او بس الناس اللي بتقعد تاخد ادوية لمدة سنين ويبقى عندهم اكتئاب حرفيا، يعني في ناس ممكن يقعدوا عشرات السنين حرفيا عندهم اكتئاب، فاهمني؟ لانهم بيمشوا على كلام الدكاترة وبيمشوا على كلام الادوية والحاجات العبيطة دي. وانا يعني فعليا انا عندي الامكانية ان انا اخلي الاكتئاب اللي عندك يروح لو انت مشيت على الكلام. وده مش غرور مني ولا حاجة، انا بس بقول كلام واقعي وكلام مجرب. يعني في الاف الرجالة حرفيا ماشيين على الكلام اللي انا بقوله ده،
ومحوا الاكتئاب عندهم وصحتهم النفسية بقت كويسة. فانت حرفيا مش خسران حاجة. يعني انت لو عندك اكتئاب دلوقتي وتتفرج على الفيديو، ودي حاجة انا يعني ما اتوقعش انها تحصل يعني. المهم لو انت عندك اكتئاب وتتفرج على الفيديو ده، فانت مش خسران حاجة، انت كده كده عندك اكتئاب وحياتك زي الخرا. فانت لو كملت الفيديو ممكن يا عم تشطح معاك وفعلا الموضوع الفيديو يحل لك المشكلة بتاعتك، ممكن ما يحلهاش، فاهمني؟ انت مش خسران حاجة، هتكمل على الأدوية بتاعتك لحد ما تموت، فاهمني؟ الموضوع مش معقد يعني زي ما انت متخيل. طبعا اللهجة بتاعتي ممكن تكون اجريسيف شوية، بس انا عشان بجد الموضوع مضايقني، لان انت حرفيا مش محتاج لا تروح لدكاترة ولا تاخد ادوية ولا الكلام ده. انت كل اللي محتاجه تعمل الروتين اللي انا هقولك عليه، وحرفيا الاكتئاب ده هيروح في داهية. واول حاجة محتاجين نعملها ان احنا نعمل ريفرس للحاجات اللي انا قلت انها المشكلة اصلا. يعني انت عندك اول مشكلة اللاك اوف دايركشن، ما عندكش دايركشن معين شغال عليه، ودي هنحلها. وتاني مشكلة الدوبامين سيستم بتاعك بايظ، اللي هي الدوبامين سيستم بتاعك مش شغال كويس، اللي هو فرايد من الاخر. ودي طبعا ليها اسباب كتير زي التيك توك والسوشيال ميديا في العصر الحالي يعني، ما كانتش موجودة زمان. يعني من 6 سنين مثلا موضوع الدوبامين ريسبتورز والدوبامين سيستم بتاع البشر وكده، انا مش شايف ان كان فيه مشكلة. المشكلة الأكبر بدأت تبان فعلا بعد ما الالجوريزم بتاعت الشورت فورم كونتنت وكده بدأت تتطور وانتشرت حرفيا في كل مواقع السوشيال ميديا. الفيسبوك بقى فيه ريلز، الانستجرام فيه ريلز، اليوتيوب بقى فيه شورتس. يعني دلوقتي اليوتيوب بقى فيه اللي هو اللي تقعد تقلب كده كتير، ما كانش الموضوع ده موجود زمان. فعشان كده الدوبامين سيستم بتاع البشر دلوقتي مفشوخ حرفيا. انت بتلاقي عيال صغيرة مش عارفين يركزوا وقاعدين طول اليوم بالايباد بتاعهم عمالين يقلبوا. وانت اكيد يعني انت في العيد عدى اهو، اكيد شفت ناس من عيلتك عيال صغيره ماسكين الموبايل دايما بيقلبوا عليه. ودي مشكله. يعني انت هتلاقي بقى في المستقبل العيال دي هنشوف مستقبلهم هيبقى عامل ازاي، وهنعرف فعلا دي مشكله الناس دلوقتي مش معترفين بيها. وتالت حاجه هتكلم عليها الصحه اللي مش كويسه يعني عامه. انت لو صحتك زي الخرا غالبا هيجيلك اكتئاب. ممكن ما يجيلكش اكتئاب لان انت ممكن يبقى عندك دايركشن، ممكن يبقى الدوبامين سيستم بتاعك كويس وكل حاجه، بس انت معرض بنسبه كبيره انك يجيلك اكتئاب لان انت الصحه بتاعتك زي الخرا، فاهمني؟ فانا هتكلم عن الثلاث نقط دول دلوقتي بالتفصيل شويه، وهجيب لك الحل بتاع كل نقطه فيهم. وفي اخر الفيديو بقى هتكلم عن الرود ماب بتاعه المنتل هيلث وكده. واتمنى بس تخليك معايا لحد نهايه الفيديو لان الفيديو ده مهم جدا. اول حاجه هتكلم عليها هي انك ما عندكش دايركشن معين او اتجاه معين تروحه في حياتك. والناس فاكرة ان اغلب او اهم حاجة في حياتهم يعني هي الفلوس، مع ان الحقيقة غير كده تماما. لان انت البروجريشن اللي انت هتعمله او الجروث اللي انت هتعمله، النمو اللي هتعمله في اي مهارة معينة او اي مجال شغل معين في حياتك، هو ده اللي هيديك دايركشن. يعني انا عايز تتخيل معايا وعايزك فعلا تفهم الموضوع اكتر. انا عايز اعمل فيديو تاني اصلا عن الموضوع ده، اللي هي فكرة الماستري والشغل وكده، بس انا هتكلم عنه بشكل مبسط دلوقتي. انت لما تكون عايز تعمل حاجة، انا عايزك دلوقتي تتخيل ان مفيش فلوس. الفلوس مش مقياس، فاهمني؟ هتعمل ايه؟ في ناس مثلا ممكن تبقى اهم حاجة في حياتها الرياضة، مثلا عايز يبقى فيتنس كوتش، الجيم بالنسبة له حاجة مهمة جدا او هو بيستمتع بيه يعني، فاهمني؟ فممكن بالنسبة له ان هو يبقى فيتنس كوتش دي احسن حاجة ليه. في ناس تانية مثلا واحد بيحب الطبخ جدا، ممكن ان هو يبقى طباخ بمكونات كلها صحية وكده، ممكن يبقى احسن حاجة بالنسبة له. وعلى فكرة الطباخين المشهورين وكده، انت اكيد تعرف طباخين مشهورين بيعملوا ملايين، فاهمني؟ فالموضوع ملوش علاقة بالفلوس. الفكرة الشخص اللي بيعمل الحاجة دي هو عايز يعملها ولا لا. يعني اغلبية الطباخين انت بتشوفهم وكده ومعهمش فلوس، غالبا هم مش حابين المجال بتاعهم، فاهمني؟ فالفكرة انك تعرف المجال بتاعك، تعرف الناس اللي انت عايز توجه لهم المحتوى بتاعك او الحاجة اللي انت بتعملها، وانت هتنجح وهتعمل فلوس، فاهمني؟ فانا عايزك تمحي فكرة الفلوس خالص دلوقتي، وتفكر على الحاجة اللي انت فعلا عايز تعملها، سواء كانت حاجة رياضية، حاجة لها علاقة بمجال شغل بكلية معينة. وانت لو فعلا مش موتيفيتد بالفلوس اللي في المجال ده، فانت غالبا هيبقى ليك دايركشن معين، لان انت هتعمل بروجرس معين في المجال ده، وهتعمل زي لو هيبقى فيه بروجرس وجروث او نمو معين في المجال ده، ومش تبقى اللي هو مش تبقى فاضي كده، فمش هيجيلك اكتئاب يعني، فاهمني؟ تلاقي دلوقتي الناس اللي بيشتغلوا كده اغلبهم عندهم اكتئاب او مش مبسوطين بحالهم، حتى لو بيعملوا فلوس كويسه. يعني انا شفت ناس بيعملوا فلوس كويسه وعندهم اكتئاب وحياتهم زي الخرا وكده. فالفلوس مش مقياس خالص في الحاله دي، الا بقى لو في ناس مثلا كان عايز يبقى يشتغل شغلانه معينه وفعلا اشتغلها وقدر يعمل فلوس منها، دي زي حاله منفصله. بس انا بتكلم على اغلبيه البشر.
اغلبيه البشر مش مبسوطين في حياتهم، اغلبيه البشر مش بيشتغلوا حاجه هم عايزين يشتغلوها. ليه؟ لانهم اصلا كانوا موتيفيتد بالفلوس من الاول. يعني انت مش هتلاقي مثلا واحد شغال دكتور في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي الا نادرا جدا هو عايز يبقى دكتور فعلا. كان داخل عشان عايز يبقى ياخد فلوس معينه، او داخل عشان يبقى اسمه دكتور، عايز ابقى دكتور في الناس تقول لي يا دكتور يا كذا يا دكتور كذا. فبيبقى فيه موتيفيشن معين ليه علاقه بالموضوع، ملوش علاقة ابدا بالدايركشن بتاعك او الحاجة اللي انت عايز تعيشها، فاهمني؟ عشان كده اغلبية الناس بيجيلهم اكتئاب، ويجوا اللي هو يشتكوا في الاخر يقولوا أنا عندنا اكتئاب ليه، وفي الاخر يروحوا لدكاترة معينين يدوهم ادوية، والادوية دي تفشخهم اكتر. يعني سايد بوينت سريعة بس، الادوية اللي انت بتاخدها الانتي ديبريسنتس دي ده بيزنس. الناس اصحاب البيزنس دول مش عايزينك تتعالج، انت طول ما انت مريض انت بتعمل لهم فلوس. فهم انا عايزك تفكر من وجهة نظرهم بس، وتفهم ان ده بيزنس، هم مش هيستفيدوا اي حاجة لو انت اتعالجت. انت طول ما انت مريض هم مبسوطين لانهم بيعملوا فلوس في الاخر. فهم ببساطة عاملين الدواء عشان يقلل لك من الاعراض لمدة معينة، اول ما تبطل الدواء ترجع تتبهدل تاني فهترجع للدواء تاني، وهم يعملوا فلوس اكتر. والدواء ده اصلا بيعمل لك مشاكل تانية. يعني انا كنت قاري ان الدواء، ادويه الانتي ديبريسنتس يعني اللي بتعملها شركه معينه، مش عايز اقول اسم الشركه بس، والشركه دي اللي بتعمل لك الدواء بتاع الانتي ديبريسنتس بتاع الاكتئاب، الدواء اللي عاملينه بيجيب لك مشكله معينه، بيجيب لك اريكتايل ديسفانكشن. روح دور يعني لو مش فاهم ايه هي. بيجيب لك اريكتايل ديسفانكشن، ونفس الشركه دي بتعمل لك دواء عشان تحل لك المشكله اللي جابتها لك اصلا. يعني انت متخيل الشر اللي موجود في العالم دلوقتي. فبس دي سايد بوينت سريعه كنت عايز اتكلم فيها، ان مفيش حد مهتم بصحتك وكده، عشان في ناس فعليا مقتنعين ان ايه ده ادويه يعني الدكاتره دلوقتي انت لو رحت له وانت عندك صداع هيكتب لك دواء، مش هقول لك اشرب ميه مثلا، مش هقول لك نام لك ربع ساعه، مش هقول لك الكلام ده كله، على طول هيحطك على ادويه. فانت لازم تفهم ان ده بيزنس، لان هو بيدفع له عشان يروج للادويه المعينه. يعني دي حاجة احنا لازم نفهمها بس. فخلاص كده اتوقع ان انا لازم ابطل رغي في النقطة دي وادخل في النقطة اللي بعدها اللي هي الدوبامين ريسبتورز. الدوبامين ريسبتورز او الدوبامين سيستم بتاع جسمك، في اخر كام سنة بدأنا نلاحظ ان الناس فعلا بدأت تفشخ عندها موضوع الدوبامين ريسبتورز وكده. وانا عايز افهمك اهمية اصلا الدوبامين ريسبتورز في جسمك. الدوبامين في جسمك لو مش بيشتغل بشكل كويس، انت في حاجات معينة مش هتعرف تعملها في يومك. اكبر مثال عليها يعني المذاكرة او الشغل. يعني لو انت قاعد طول اليوم بتقلب على التيك توك مثلا والانستجرام وكده، وانا هدخل في التفاصيل دي اكتر بعدين، بس دلوقتي انت لو قاعد تقلب اليوم كله على الموبايل بتاعك، الدوبامين ريسبتورز بتاعتك مش تبقى كويسه. لان انا عايزك تتخيل معايا ان في زي جدول معين وفي بيس لاين، ده البيس لاين اللي انت متعود عليه. انت لما تقعد تقلب اليوم كله البيس لاين ده بيعلى شويه، ولما يعلى ايه اللي هيحصل ساعتها؟ اللي هيحصل ساعتها ببساطة ان انت اغلبية النشاطات اللي في يومك يعني مش هتوصل للليفل ده، فانت هتبقى تحت، تبقى تحت جدا كمان. يعني انا عايزك تتخيل ان ده البيس لاين بتاعك هنا، البيس لاين الطبيعي. انت لما بدأت تقلب بقى وتفشخ الدوبامين ريسبتورز بتاعتك وكده، انت عليت لهنا، تمام. واغلبية نشاطات يومك اصلا مش هتوصلك للطبيعي قبل كده، هتنزلك تحت اكتر. فانت مش هتقدر تعملها، مش هيبقى عندك موتيفيشن انك تعمل اي حاجة. ودي فايدة الدوبامين. يعني فايدة الدوبامين ان هو بيديك زي موتيفيشن معين انك تعمل حاجة معينة. وانا فعليا في النقطة دي بالذات عايزك تبقى اكستريم جدا، عايزك تاخد اكستريم اكشن حرفيا، تاخد اكشن قوي جدا في الموضوع لانك تبطله. يعني انا عايز اتخيل معايا مثلا لو الدوبامين ريسبتورز بتاعتك بايظة بسبب البورن مثلا، انت لازم تقف مع نفسك وتقول اه انا البورن مش بيفيدني في حاجة، بالعكس ده بيضرني، ملوش اي فايدة حرفيا، انا لازم ابطله دلوقتي. وانا عايزك تبقى اكستريم زي ما انا قلت، ما تقولش لا ده بس انا بس ساعة في اليوم ولا ربع ساعة في اليوم. لو انت مثلا السورس اللي بيفشخ الدوبامين عندك هو الفيديو جيمز مثلا، الريلز بتاعت الانستجرام التيك توك، انت هتعرف. انا مش هقول لك حاجة معينة، لان الحاجة ممكن اللي بتبوظ لي الدوبامين ريسبتورز عندي ممكن تكون مختلفة عندك. انت لو بالنسبة لك الفيديو جيمز فانت تقطعها خالص، وما تقولش ساعة في اليوم بعد ما اخلص اللي عندي وكده. لان انت مدمن. انت لو عندك الحاجة متاحة ليك انت ما تؤتمنش اصلا عليها، فاهمني؟ لان انت عندك ادمان يا حبيبي، تمام. فانت ما تؤتمنش اصلا انك حتى ساعة في اليوم كتير. يعني خلينا نكون واقعيين. ولو فعلا المشكله اللي عندك هي البورن وكده، فانا عملت فيديو عن موضوع مفصل بشرح فيه ازاي تسيب البورن بقى وتبعد عنه خالص وكده. وده تقريبا احسن شرح على السوشيال ميديا انت هتشوفه الموضوع ده، فاتمنى انك تخش تشوفه. هو كان الفيديو اللي فات تقريبا. وانا زي ما قلت نفترض مثلا المشكله عندك السوشيال ميديا،
هتلغي السوشيال ميديا، الموضوع بسيط. وما تقولش لا بس انا بتواصل مع صحابي وصحابي عليها وفي ناس هتقطع علاقتي معاهم عشان لغي السوشيال ميديا وكده. لو في ناس هتقطع علاقتك معاهم عشان السوشيال ميديا لغتها، فانت اصلا كان المفروض تقطع علاقتك معاهم من زمان، فاهمني؟ انت بس استوعبت الموضوع دلوقتي. يعني بجد فكر فيها شويه. انت لو في واحد صاحبك مثلا بطلت تكلمه عشان لغيت السناب او الانستجرام وكده، انت المفروض اصلا ما كنتش تكلمه من الاول، المفروض ما يكونش صاحبك من الاول اصلا، فاهمني؟ في ناس معينه كده انت لو بطلت تكلمها اول ما تلغي السوشيال ميديا، دول ما يكونوش صحابك اصلا من الاول. انا مريت بنفس التجربه، انت هتمر بنفس التجربه لما تلغي الحاجات دي. عادي، الحياه بتمشي. وانا فعلا عايزك تفكر معايا في الموضوع. الحاجات اللي انت هتضحي بيها دلوقتي زي السوشيال ميديا والفيديو جيمز والبورن والحاجات دي، انت حياتك هتبقى احسن بكتير من غيرها. فانت ليه اصلا ما تاخدش الريسك، ما تاخدش؟ يعني انت متاكد ان حاجه هتبقى احسن من حاجات من غير الحاجات دي؟ من غير ما تقعد 8 ساعات على موبايلك تقلب على التيك توك مثلا، حياتك هتبقى احسن بكتير. من غير ما تقعد تلعب فيديو جيمز 15 ساعة في اليوم، حياتك تبقى أحسن بكتير. فليه أصلا ما تاخدش الخطوة دلوقتي؟ لأن أنت في جزئية في مخك معينة شغالة ضدك، عايزاك تفشل، وأنت عارف الموضوع ده. فأنت لازم أصلا تاخد أكشن إكستريم، زي ما أنا قلت إكستريم أكشن ضد الموضوع ده. وعايزك ما تكدبش على نفسك في الموضوع، وعايزك فعلا تعرف إن أنت شخص مدمن. وما تقولش لا بس أنا هخلي الحاجات دي عندي بس هستخدمها بشكل كويس وكده. هخلي السوشيال ميديا عندي ومش هستخدمها بشكل مدمن، وهخلي فيديو جيمز بس مش هلعب كتير. هخلي البورن بس مش هتفرج عليه كتير. فاهمني؟ يعني الحاجات دي انت هتقولها لنفسك، والحاجات دي مش منطقية اصلا. انت لازم تعرف ان انت مدمن، انت مش ما تؤتمنش على الحاجة دي. اي حاجة قليلة منها تعتبر ضرر. يعني انت لو مدمن مخدرات مثلا، انا مش هديك دوز كل كام يوم عشان اقول لك اه انت هتبطل وكده، لا همنع كل حاجة من عندك، فاهمني؟ فانت لازم برضه تاخد العقلية دي. وانا عايزك تفهم، انت لو صحتك مش كويسة، انت تبقى معرض بشكل اكبر بكتير ان انت ميبقاش عندك اتجاه معين في حياتك، ان انت تدمن الحاجات اللي زي البورن والتيك توك والحاجات دي والانستجرام والريلز والعبط ده كله. انت بتبقى معرض بشكل اكبر بكتير انك تدمن الحاجات دي. فانت هينتهي بيك الحال انك تبقى مدمن وحاجات كده كتير. وبلس ان يبقى عندك اكتئاب. وفي حاجه معينه بس انا عايز افهمها لك، انت لو شخص عندك اكتئاب لازم تحترم البروجريسيف اوفرلود. انت لما تروح الجيم، انا فاهمك الكونسيبت بتاع البروجريسيف اوفرلود بشكل اكبر دلوقتي. نفترض انت رحت الجيم اول مره، انت هتروح مش هتعرف تشيل وزنك كله، فاهمني؟ انت هتشيل بار فاضي، اللي هو البتاع ده هتشيله فاضي، مش هتحط عليه اوزان. مع الوقت ممكن اول اسبوع تشيله فاضي من غير اي اوزان. تاني اسبوع تحط مثلا 2 كيلو ونص في كل جهة، تستخدمها لمدة اسبوع كمان. تالت اسبوع تحط 5 كيلو في كل جهة، لحد ما توصل ل20 على كل جهة، وال40 عقبالكوا يعني على كل جهة، وتوصل للمستوى اللي انت عايزه، فاهمني؟ فدي حاجة بس بسيطة انت لازم تفهمها، ان انت لازم تحترم البروجريسيف اوفرلود. لان انت لو عندك اكتئاب، انا زي ما قلت، انت بيحصل ريسيت معين للامكانيه بتاعتك، حاجه لها علاقه بالموتيفيشن بقى، والابيليتي انك تعمل اي حاجه في يومك. الموضوع ده كله بيترستر، فاهمني؟ فانت لازم تحترم موضوع البروجريسيف اوفرلود وكده. انت لو عندك هدف معين انك تعمل حاجه، تتمرن مثلا لمده ساعه ونص، خليها 40 دقيقه، لان انت لسه بادئ، انت لسه مبتدئ في الموضوع. ما تتخيلش انك هترجع لنفس ما كنت طبيعي، لان انت مش طبيعي دلوقتي. انت لو عندك اكتئاب انت شخص مش طبيعي، انت نفسيتك فيها مشكلة معينة. انت لو بدأت بقوة على طول، غالبا مش هتكمل، غالبا في نص الطريق هتستسلم وكده. عايزك تتخيل الاكتئاب كأنه مثلا كأنك مصاب. انت لو مصاب، مش هترجع من الإصابة وعلى طول تروح على الجيم تشيل نفس الوزن اللي انت كنت بتشيله. هتبدأ بالراحة، هتشيل بار فاضي، وبعدين بعد ما تشيل بار فاضي هتزود عليه كل شوية، كل كام يوم هتزود شوية لحد ما ترجع لمستواك. حاجة منطقية جدا، صح؟ انت لو مكتئب، انت نفس الموضوع. انت زي كأنك وقعت اتصبت، عايز ترجع من الإصابة ترجع بالراحة، فاهمني؟ مش ترجع جامد. دي بس زي حاجة معينة الناس لازم تفهمها. عشان الناس، انا بلاحظ ان اغلب الناس بيفضل عندهم اكتئاب لان هو عايز يبطل يبقى عنده اكتئاب، ان هو يرجع زي ما كان. انت مش هتعرف دلوقتي، لازم تبدأ بالراحة، والايجو اللي عندك تكسره شوية، تبدأ بالراحة لحد ما ترجع لمستواك. نيجي بقى للرود ماب اللي انت لازم تمشي عليها عشان تتخلص من الاكتئاب اللي عندك، او حتى لو انت بس ما عندكش اكتئاب عايز تحسن من صحتك النفسية او المنتل هيلث بتاعتك. انا شايف ان الرود ماب دي حرفيا انت ممكن تمشي عليها، لانها فعلا هتديك زي دايركشن في حياتك، فاهمني؟ وهي فعليا يعني ناس كتير مشوا عليها وفعلا لاحظوا تحسن كبير.
وانت في اسبوعين بس حرفيا الريزلتس بتاعتك او النتائج بتاعتك هتبقى احسن مرتين او ثلاثة كمان، فاهمني؟ عايزك بس تمشي على كل حاجة انا هقولها دلوقتي وتاخدها بجدية لانها مهمة جدا، وهي هتبقى زي خطوة بخطوة. يعني انا هقولك خطوة بخطوة الحاجة اللي انت محتاج تعملها عشان توصل للحاجة اللي انت عايزها. اول حاجة عايزك تعملها انك تجيب السكورز بتاعتك. سكورز ايه بالظبط؟ في الديسكريبشن هحط لك لينكين او ثلاثة، تخش على كل لينك تاخد الاختبار ده وتجيب السكورز بتاعتك. والاختبار ده هيبقى اسئلة، يعني مثلا هيسألك هل انت بتبقى موتيفيتد في يومك العادي؟ لو انت عندك كتابة تقول له لا، على حسب يعني انت شوف انت السكورز بتاعتك كام، فاهمني؟ بتختلف من واحد للتاني. هيبقى في agree strongly agree disagree strongly disagree وكده. انت اختار على حسب يعني السؤال، فاهمني؟ وركز في السؤال كويس لان فعليا بيبقى فيه تريكس هما بيعملوها عشان يشوفوا انت مركز في السؤال ولا لا. يعني ممكن في سؤال يقول لك انا بحس دايما ان انا مكتئب، انت هتقول اجري صح. في سؤال تاني هيبقى انا بحس دايما ان انا مبسوط، فهتحط ديساجري، فاهمني؟ لان هم عايزين يشوف انت مركز في الاسئله ولا لا. ممكن برضه اعمل فيديو واحطه دلوقتي في الفيديو يعني وانا على اللابتوب وكده. انت عندك ثلاث اختبارات: ADHD anxiety اللي هو التوتر، وبعدين depression الاكتئاب. هتعمل الثلاثة وتحط النتيجة بتاعتهم في الآخر، تعمل لها سكرين، فاهمني؟ هتعمل اختبار ازاي؟ أول حاجة يجيلك 21 سؤال تقريبا أو 12 هنا. depression بيبقى 21. anxiety 10. تمام، الموضوع سهل جدا. I found it difficult finishing a task or a project. يعني انت بتواجه صعوبة انك تخلص حاجة معينة. هتقول ايوه بتحصل لي often. I found it difficult to organize myself for a task. Very often. I find it difficult to remember appointments. اه ممكن فعلا. كذا اقعد فهمني احل الاسئله لحد ما توصل للاخر لنتيجه. نتيجه الدبريشن اللي انا طبعا كنت بحل حاجات اكستريم وكده، اللي هو كواحد عنده ديبريشن جبت 4 48 ماشي. فدي تعتبر نتيجه كبيره جدا كبيره جدا، تمام، اللي هي من اكبر الحاجات اللي انا ممكن تجيبها في الموضوع ده. ماشي. فانت تخلص الموضوع ده ازاي يعني؟ تاخد سكرين وتمشي على اللي انا هقول لك عليه في الفيديو، الحاجات الرود ماب بالتفصيل، لحد ما توصل للاسبوعين اللي هو نهاية الاسبوعين. ترجع تختبر تاني وتشوف بقى نهاية الاختبار تبقى عاملة ازاي. غالبا النتيجة هتبقى اقل الضعف. يعني انت فرض جبت 4 48 زي ما انا جبت، هتجيب 24 او حتى اقل، فاهمني؟ دي اقل حاجة ممكن تجيبها، فاهمني؟ او يعني 24 دي اقل تطور انت ممكن تعمله باللي انا هقول لك عليه، الحاجات اللي انت تمشي عليها. المهم انت هتاخد السكورز بتاعت كل امتحان فيهم وهتاخدها سكرين شوت. السكرين شوت اللي انت هتعملها لكل امتحان فيهم دول في الثلاث اسئله يعني او ثلاث الاختبارات او الاختبارين اللي انا هحطهم في الديسكريبشن، هيبقى زي البيفور بيكتشر، فاهمني؟ انت دلوقتي لما تروح الجيم بتاخد صوره اول ما تروح، بعدين صوره بعدها بثلاث شهور تشوف البروجرس اللي انت عملته. نفس الموضوع هنا، انت هتاخد سكرين شوت دلوقتي وهتشوف بعدين بعد اسبوعين اللي انا هحطك في زي روتين معين، وهتشوف بعد الاسبوعين دول النتائج اتحسنت ولا لا. وانا اضمن لك 100% انها هتتحسن. مفيش حد مشي على الكلام ده وما اتحسنش. انا مش بقول كلام بس عشان اعمل بروموشن لنفسي وكده، انا بقول كلام بجد. الناس اللي مشوا على الكلام ده حرفيا السكورز بتاعت الدبريشن والانكزايتي بقى والكلام ده كله عندهم قلت للضعف حرفيا. في ناس اكتر كمان. والموضوع انت هتلاحظه باول يوم او تاني يوم كمان، فاهمني؟ فامشي بس على الخطوات اللي انا هقولها دلوقتي وهتحس بتحسن كبير. تاني خطوة انا عايزك تعملها انك تعمل هاب تراكر. الهاب تراكر باختصار بيبقى زي ورقة، زي الدفتر ده بالظبط كده، ورقة عادية انت هتمسكها وهتقسمها لمثلا 14 يوم، اللي انا بقول لك الاسبوعين اللي هخليك تغير فيهم. هتحط ال 14 يوم اللي هو تكتب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لحد الاخر. ممكن برضه ابقى اعمل فيديو على اللابتوب عشان اشرح لك الموضوع اكتر. دلوقتي يا جماعة بقى بالنسبة لموضوع الهاب تراكر، انت هتعمل هاب تراكر كده، واحدة بالطول واحدة بالعرض، على ورقة طبعا، بلاش على لابتوب وكده، لان انت اللي هتعمله على ورقة غالبا ده بيبان ان هو شخص واخد الموضوع بجدية، حطه في اوضته هيشوفه دايما، فاهمني؟ فنسبة ان هو يفشل في الموضوع اقل. واحد اتنين تلاتة لحد 14 طبعا، اللي هو لحد آخر يوم هتحط العادات اللي أنا قلت لك عليها: المديتيشن، gratitude، exercise، وبعدين آخر حاجة الريدنج. فأنت نفترض مثلا أنت المديتيشن عملتها في يوم هتعمل خط، gratitude خط اللي هي صح على التشيك بوكس وكده، بعدين exercise برضه صح، reading عملتها برضه. جيت في تاني يوم كنت مكسر شوية، ما كنتش عارف تعمل ايه. المديتيشن ما كنتش قادر تعملها على اخر اليوم فعملتها ثانيه واحده بس. انا بقول لك انت لو مش قادر تعملها اعملها ثانيه واحده بس. اهم حاجه انك تعمل تشيك البوكس. جراتيود نفس النظام. اكسرسايز هتنزل تعمل بوش اب واحده بس.
هتقول لي بس البوش اب الواحده دي مش هتفيدني في حاجه. ماشي، انا عارف انها ممكن ما تكونش فايداك، بس احنا فكرتنا ان احنا نديك زي بوزيتيف مومنتوم عشان تكمل على الموضوع ده، فاهمني؟ لحد طبعا اخر يوم. وانت لو استمريت فعليا على الحاجه اللي انا بقول لك عليها، يعني شوف مثلا تايم تيبل او هابت تراكر زي ده كويس جدا، يعني مش سيء نهائيا، فاهمني؟ ممكن تعمله. الاس دي طبعا بتاعت الاسترتشنج، فاهمني؟ ممكن ما تعملهاش اصلا، مش مهم مش مهم. فاعمل الاربع حاجات دول، وفعلا انت هتلاحظ تطور كبير على اخر الاسبوعين. وفعلا انت لو خدت الموضوع بجديه، حتى لو فوتت ايام ما تبداش من تاني، خليك مكمل عليه، لان ده هيديك مسؤوليه اكبر، فاهمني؟ والهابت تراك انا عايزك تعمله على ورقه بالذات، مش هينفع موبايل، مش هينفع على لابتوب، مش هينفع على كل الكلام ده. هو تكنيكلي ينفع، يعني انت لو عايز تعمله على اللابتوب فعلا هينفع. بس انا عايزك تتخيل الفرق بين الشخص اللي عنده كسل ان هو يجيب ورقه ويعمل هابت تراكر عليه، والشخص اللي ما عندوش، اللي مش كسلان. يعني عايزك تشوف الفرق الكاركتر اللي بين دول. يعني اللي هيعمله على اللابتوب او الموبايل يعني نسبة فشله في الحياة عامة يعني اكبر بكتير. يعني انت لو مكسل تجيب ورقة وتحط عليها ايام واربع ولا خمس عادات معينة تعملها في اليوم عشان تتحسن وكده، فانت يعني معرض اكبر للفشل. ده غير اصلا ان انت لو فعلا عملته على لابتوب او موبايل وكده، انت ممكن تنساه اساسا. عشان كده انت لازم تاخده وتعلقه على على مكان في اوضتك، يعني انت بتشوفه دايما، سواء على الباب من ورا، سواء قدام المكتب بتاعك، اي حتة يعني انت عايز تعمله عليها، حاجة تفكرك دايما. وانا يعني مش عايزك تلغي الهابت تراكر بتاعك خالص. لو انت مثلا ما ضيعت كام يوم منه، عايزك اللي هو ما تشيلوش وتقول انا هبدأ من تاني وكده عشان اجيب كل الحاجات صح وكده. ما تعملش كده خالص، تمام؟ لان انت لو عملت كده انت بتضحك على نفسك. الفكرة اصلا من الهابت تراكر ان يبقى يديك زي accountability، يديك زي مسؤولية معينة ان انت ضيعت ايام معينة. والموضوع سهل جدا، يعني انت مش محتاج اصلا تضيع ايام، فاهمني؟ لان انا زي ما هقولك دلوقتي، انت مش محتاج اصلا تعمل حاجة لوقتها الكامل. انت لو عملت كل حاجة من الحاجات اللي انا قلت لك عليها، اللي هي الجراتيتيود، المديتيشن، الاسترتشنج، الريدنج، الحاجات دي كلها انت لو عملتها لمدة ثانية بس، انت خلاص اعمل تشيك، فاهمني؟ فانت لو ضيعتها انت لازم تعرف ان انت خنزير. يعني انت لو ضيعت الحاجات دي، انت يعني مش فاهم اقول لك ايه، انت هي ثانيه حرفيا، انت في نهايه اليوم خلاص عايز توصل لحاجه معينه، خلاص روح اعمل مديتيشن لمده ثانيه وخلاص انت الموضوع خلص معاك. ودي المايند سيت فعلا اللي انا عايزك تاخدها في الموضوع ده. احنا مش هنا عشان نعمل جينز معينه. انا عارف انت ممكن تقول لنفسك ماشي يا زياد، بس انا المديتيشن لو عملته لمده ثانيه، لو الجراتيتيود عملته لمده ثانيه، لو الاكسرسايز لمده اللي هو عملت بوش اب واحده، انا مش هستفيد حاجه. بس انا مش هنا عشان اخليك تبقى بطل كمال اجسام او عشان اخليك ملاكم محترف. انا هنا عشان احطك على مومنتوم معين يخليك اللي هو تتحسن، فاهمني؟ لان انت لو عملت تشيك للبوكس اللي على الهابت تراكر وكده، انت نفسيتك تبقى احسن لان انت خلاص عملت لها تشيك. وغالبا يعني غالبا انت لو مثلا قعدت تعمل مديتيشن لمده ثانيه، غالبا مش تبقى ثانيه، غالبا ممكن تطول شويه، ممكن تعملها لدقيقه، ممكن تعملها لاتنين لتلاته، فاهمني؟ وانا في البدايه دايما بقول ان المديتيشن اعملها لمده دقيقه مثلا، دقيقة، بعدها بأسبوع اعملوا دقيقة ونص، دقيقتين، لحد ما توصل ل10 دقايق، فاهمني؟ في ناس بتعمله 20 دقيقة، وده كويس جدا. فانت لازم بس تفهم العقلية دي، ان انت مش محتاج تعمل اكشن لمدة كبيرة مثلا، او انك تمشي في اليوم ساعة عشان تعمل تشيك على البوكس وكده. لان انا زي ما قلت لك، انت لو مكتئب انت بتبدأ كأنك لسه مولود، فاهمني؟ انت ما ينفعش تبدأ بحاجة جامدة جدا، انت لازم تاخد الموضوع بهداوة. خلينا بقى دلوقتي ناخد كل اكشن انا حطيته في الهابت تراكر ليك، واشرح لك احنا ليه عملناه وازاي تعمله اصلا، تمام؟ عشان ممكن الموضوع انا حاسس انكم اتلخبطتوا من اللي انا قلته من شوية. بس انا هبدأ دلوقتي ببساطة اشرح كل حاجة في الهابت تراكر وكده. ندخل دلوقتي على المديتيشن. المديتيشن اكتر حاجة كونتروفيرشال تقريبا في الليست دي، لان في ناس فاكرة ان هو له علاقة بالدين وكده. ملهاش علاقة بالدين يا جماعة، تمام؟ فكرة المديتيشن ان هي حاجة لها علاقة بالمايندفولنس وكده، انك تبقى present او تبقى واعي في اللحظة اللي انت فيها، فاهمني؟ وهي فعلا في ديانات مدخلة الموضوع ده في دياناتهم، بس بيعملوه بطريقة مختلفة جدا، مش بالطريقة اللي انا هقولك عليها دلوقتي. الطريقة اللي انا هقولك عليها دلوقتي ببساطة، محتاج انك تغمض عينك، تمام؟ وتركز على نفسك، تمام؟ تركز عليه لحد ما تجيلك زي فكرة معينة بره الموضوع، بعدين ترجع تاني تركز على نفسك. في ناس هتقول بس مش الفكرة من المديتيشن ان انا اقعد مركز على نفسي على طول. يعني انا لو اتشتت ده كده خلاص كأني بوظت الدنيا. غلط. الفكرة في المديتيشن انك اصلا تتشتت وترجع تركز تاني. هشرح لك حاجة. دلوقتي انت لو واحد صاحبك رايحين الجيم وقلت لصاحبك يلا هنلعب بنش بريس،
قال لك لا البنش بريس بيوجع لي صدري وكده. هتقول له ايه؟ غالبا هتشتمه، ممكن تضربه. اللي هو في اكشن انت هتاخده ساعتها ماشي، ما هي دي البوينت اصلا من الموضوع. نفس الموضوع مع المديتيشن، انت لو اتشتت وانت بتعمل مديتيشن دي البوينت بتاعتها اصلا، انك تتشتت وترجع تركز تاني، تتشتت وترجع تركز تاني. احسب الموضوع كأنها عدة، انت لو اتشتت ورجعت ركزت دي عدة بالنسبة لك. كل ما تعمل عدات اكتر كل ما انت متطور اكتر. عشان كده هتلاقي ناس هم متطورين اوي في المديتيشن وكده بيلاحظ على طول ان هو اتشتت، عشان كده بيعرف يركز لفترات طويلة في أي حاجة حرفيا، في مذاكرة في تصوير فيديوهات بيعرف يبقى مركز على طول. فاهمني؟ تاني حاجة أو تالت حاجة معانا هي الجراتيتيود. الجراتيتيود باختصار إنك تعدد النعم اللي حواليك وتشكر ربنا عليها. الجراتيتيود أصلا هتعمله إزاي؟ هتمسك دفتر أو أي حاجة، غالبا أحسن حاجة تعملها إنك تمسك دفتر وتكتب عليه مثلا أي حاجة حواليك. أنا ممتن مثلا لللابتوب اللي قدامي ده، ممتن لإزازة المية، اللي هو انت فاهم الفكرة منه. اتمنى تكون فهمت الجزئية دي بشكل مبسط، لان فعليا هي مهمة جدا. وفعلا دي ممكن دي اصلا تعمل نتيجة معاك، ممكن دي تعمل فرق معاك فعليا. تالت حاجة عايز اتكلم عليها ورابع حاجة هي الاكسرسايز، التمرين. التمرين اللي انت هتعمله هيبقى عامل ازاي؟ مش هقولك جيم بقى وروح ادخل بطولة كمال اجسام وكده. الاكسرسايز اللي انا عايزك تعملها هي مشي، بوش ابس، حاجات بسيطة، بس انك تعمل تشيك البوكس اللي في الهابت تراكر بتاعك. يعني انت دلوقتي انا مش بدخلك الموضوع ده كله عشان تبقى بطل عالم وكده، فاهمني؟ انا بدخلك الموضوع ده عشان تعمل تشيك البوكس اللي عندك وتعمل بروجرس او تمشي على مومنتوم معين هتوصلك لحاجه معينه. واحسن طريقه اكسرسايز او زي طريقه تمرين انا عايزك تمشي عليها لو انت عايز تحسن المنتال هيلث بتاعتك وكده، حاجه اسمها ادفنتشرس كارديو او الكارديو اللي فيه ادفنتشر وكده. وهشرح لك بالظبط هو ايه. عايز تتخيل معايا انت لو في جي تي ايه لسه داخل اللعبه، بتلاقي الماب او الخريطه بتاعت الشخصيه وكده بيبقى فيها اماكن سودة. الاماكن السودة دي بتتفتح لك لو انت رحتها. انت نفس الموضوع في بيتك. بيتك حواليه اماكن كتير انت ما مشيتلهاش اصلا قبل كده. فانت الفكرة دلوقتي انك كل يوم او كل كام يوم هتنزل وتمشي للمكان ده، تمشي تلف حوالين منطقتك المكان اللي انت عايش فيه، وتشوف بقى اماكن جديدة وكده. فاهمني؟ موضوع كويس جدا ليك، كويس لنفسيتك، لان انت حرفيا تشوف اماكن كتير اصلا ما كنتش تعرف انها جنبك. فانت لو نزلت كل يوم من بيتك قعدت تمشي تحت، انت دلوقتي عملت كارديو وفي نفس الوقت استمتعت بوقتك يعني. قعدت تلف في المنطقة بتاعتك عرفتها اكتر. لو انت عارف المنطقة بتاعتك فانا مش عارف يعني اقول لك ايه دلوقتي، اكيد في جزئية في المنطقة بتاعتك انت ما رحتهاش قبل كده اكيد. فاهمني؟ فانت امشي ليها حتى لو المشية طلعت كبيرة، يعني ماشية ممكن 5 ولا 6 كيلو امشيها عادي. فاهمني؟ الموضوع ده هيحسن من نفسيتك جدا وفعلا يعني حاجات صغيرة زي دي ممكن هي اللي فعلا تمحي الاكتئاب اللي عندك. رابع حاجة هي القراية. وانا دلوقتي انا هقول لك في عندك اوبشنز كتير، حاجات ممكن تقراها. ممكن تقرا القرآن، ممكن لو انت عايز تقرا كتاب عادي وكده. انا هرشح لك كتاب اسمه كانت هيرت مي بتاع ديفيد جوجنز، هحط لك الصورة بتاعته هنا. الكتاب ده كويس جدا لان هو كتاب مش ممل، يعني انت تقدر تقراه عادي. فاهمني؟ لان هي قصة وفي نفس الوقت القصة بتعلمك حاجات معينة، بتعلمك تبقى منضبط، بتعلمك تبقى ملتزم على حاجة معينة، بتعلمك تبقى شخص قوي. فاهمني؟ فالكتاب بتاع كانت هيرت مي بالاخص يعني، الكتاب ده عجبني جدا وانا كنت بقراه حرفيا وانا مستمتع. فاهمني؟ يعني فعلا الكتاب ده اللي هو تحس انك بتقرا رواية وفي نفس الوقت انت بتتعلم منها حاجات وبيديك تشالنجز في كل شابتر في الكتاب. فكتاب كويس جدا ارشح لك انك تقراه. يعني حاجه اخيره بس انا عايز اوضحها لك، اوعى تمسح الهابت تراكر بتاعك، اوعى تقطعه وتعمل واحد جديد. انت دلوقتي لو قطعته وعملت واحد جديد انا عايزك تعرف انك ما استفدتش اي حاجه. بس انا ضيعت حاجات كتير فيه، ضيعت ايام وكده. عادي، انت الفكره اصلا منه انك تضيع ايام. انا تخيل معايا يعني الفكره اصلا من الهابت تراكر انك تضيع ايام عليه. الموضوع يبان غريب ايوه، بس انت دلوقتي لو ضيعت ايام فانت يبقى عندك مسؤولية اكتر، لان الموضوع سهل زي ما قلت لك. انت مش محتاج غير ثانية واحدة بس، ثانية مديتيشن خلاص اعمل تشيك البوكس. فاهمني؟ الموضوع سهل جدا، عايز تفكر فيه اكتر. فاهمني؟ فانت لو مسحته وعملت واحد تاني انت ما استفدتش حاجة، لان انت الاكونتابيلتي اللي هتجيلك من الهابت تراكر اللي عليها حاجات كتير ضايعة مش هتجيلك دلوقتي. اخر حاجة ممكن تساعدك فعليا انك تخلص من الاكتئاب وكده انك تدخل الديسكورد سيرفر اللي انا عامله دلوقتي، لان ده فعليا هتتواصل مع ناس زيك، هتتواصل مع ناس نفس تفكيرك على نفس الرحلة بتاعتك وعايزين يوصلوا لنفس هدفك. يعني انت لو سواء بتعاني من البورن عايز تحسن المنتال هيلث بتاعتك، هتلاقي ناس جوه نفس الرحله بتاعتك وتقعد تكلمهم وتدخلوا كولز بالليل وكده.
الموضوع هيبقى ممتع جدا ليك. وفعلا دي حاجه ممكن اصلا تحسن لك المنتال هيلث بتاعتك بشكل انت مش متخيله. لان انت ممكن اصلا مشكلتك يبقى ان انت ما عندكش صحاب، فاهمني؟ انت هناك هتعمل الصحاب اللي انت عايزها. اخر حاجه انا عايزك تعملها دلوقتي انك تروح للتست اللي انا قلت لك عليها في اول فيديو، اللي هي الثلاث اختبارات او الاختبارين دول، وترجع تعيدهم تاني وتشوف النتائج بتاعتك حرفيا نزلت النص في اسبوعين بس. انت متخيل معايا؟ اسبوعين بس كفيلة انها تخلصك من اي اكتئاب، من اي توتر، من كل الحاجات دي. فانت اول ما تعمل تيست مرة تانية وتصوره، اللي هي الافتر بيكتشر، اللي هي اللي انت صورت البيفور والافتر دلوقتي، هتحطهم على الديسكورد على قناة الوينز، وانا هشيرها في فيديوهات قريبة. ولو فعلا الناس ضبط معاهم الموضوع، يعني الموضوع يبقى كويس جدا، وانت هتشوف ناس كتير بتنزل الموضوع ده. فانت خد الخطوة دلوقتي، روح اعمل التست الاولى دلوقتي بتاعتك، وبعد اسبوعين تعالى نفس الفيديو وادخل على التست تاني واعمله وشوف النتيجة بتاعتك، لان انا متأكد انها هتبقى حرفيا النص او حتى الربع، فاهمني؟ فانت مش خسران حاجة حرفيا. حاجة اخيرة، انت لو فعلا لاحظت ان الفيديو ممكن يكون اثر معاك في حاجة معينة او فادك بطريقة معينة، عايزك تشيره لاصحابك. لو انت لقيت ان صاحبك بيعاني من نفس المشكلة بتاعتك، شيره لاصحابك، قول لهم يشوفوا الفيديو ويعملوا نفس الاختبار، يخشوا الديسكورد معاك تتكلموا هناك. الموضوع فعلا يا جماعة انتوا مش متخيلين انك اصلا تساعد حد تاني، ده هيأثر في نفسيتك. لان احنا على الدنيا دي عشان اصلا نفيد بعض، فاهمني؟ فانت ما تخليش الحاجة لنفسك. نو جيت كيبنج يا جماعة، مفيش جيت كيبنج خالص. شير فيديو لاصحابك، الناس اللي انت شايف ان هما ممكن يكونوا مهتمين بالموضوع، وهتفيدوا بعض في الرحلة دي.